بنات عندي رنا الكبيره وندى ونور. رنا جوزت محمد ياسر حموده، وهي من الثلاث ربنا انعم عليا بثلاث. مين بقى؟ قول لي بقى كده، ترجم لي. دي رنا دي رنا نفسها مع الكره الذهبيه. يا خبر ابيض. كانوا وشها حلو عليا الحقيقه. ما شاء الله. فدي رنا مع الكره الذهبيه. ابنها دلوقتي يوسف. وادي رنا وندى. برضه هم صغيرين دول. ده مين الصوره دي؟ الصوره دي مش عندنا اساسا. ده كله عندنا. التيمومي هنا وفريق اعداد. وبرضه رنا وندى. انت كده نور هتزعل. لا ما تخافش، ما تقلقش، مش حد هيزعل مننا خالص. رنا وندى برضه. بس فرنا محمد ياسر وجابوا يوسف. ندى جوزت حكم علاء عبد الخالق وجابوا عمر. ونور اسامه حسني وجابوا نور الله، وجابوا اسامه حسني وجابوا جيان. جيان بنتين؟ لا جيان بنت واحده. جيان بس. اصل انت قلت نور الله. نور الله دي بنتي. انا بحسب جابوا نور الله وجابوا جيان. فيعني في خطيب جديد. مين بقى يا كابتن؟ ترجم لي مين. دي جيان بقى. ده كان عيد ميلادها. وانت يوم ما كلمتوني قلت لهم ممكن قوي يجوا يصوروها. فقلت لها انت كنت عايز تصور الاحفاد، فقلت لك بقى ممكن حد يجي لنا. كان عيد ميلاد جيان. دي جيان. دي جيان. ازيك يا نور؟ الو، ازيك يا نور؟ مساء الخير. مساء النور. ازيك يا كابتن شوبير؟ انا الحقيقه مبسوطه جدا اني بكلمكم النهارده. احنا مبسوطين جدا وفرحانين جدا. هو انا مش متعوده اتكلم، بس انا فعلا سعيده انه في انترفيو حلو قوي زي ده انا يعني قدرت ان انا اتكلم معاكم. يعني ده احنا بنسعى، احنا بنتحايل على بابا بقالنا مثلا 3 ايام عشان يوافق، واخيرا وافق. بس هي هند اللي جابتك في الاخر يعني. طبعا دي هند. انا وهند اصحاب طبعا، وسلمى. بصي بابا ضحك ازاي لما شافك على التليفون. هو انا لسه شايفاه، بس وحشني بصراحه. بجد والله؟ فانا مبسوطه اني بشوفه معاكم يعني. هو جه قعد عندك شويه قبل ما يجي ولا؟ هو كان موجود عندي الحقيقه، وجه عليكم على طول. فانا بس وحشني والله، كان نفسي اشوفه فعلا. غدتيه؟ والله بقى هو يقول هو قال انا يمكن اكون الخدمه عندي مش قوي. اول ما دخل قال انا جعان، وكنت عند نور ونمت شويه، قمت قلت هتعمل لي غدا، ما عملتليش غدا ولا حاجه. فقلت له خلاص احنا هنجهز لك غداء او عشاء 7 نجوم. ايوه هو يبقى يقيم لحضرتك الخدمه كده. صدقني يا نور الكلام ده يعني. نور بابا اجمل حاجه في بابا ايه؟ اجمل حاجه في بابا هو كل حاجه بصراحه. يعني كل حاجه فيه. بص، هو انا حضرتك يا كابتن شوبير لما باجي بتكلم عليه بيحصل لنا زي حاله كده، زي حاله شجن. ومش بس الناس الله عليك، يعني في ناس بتنبهر بيه لحد دلوقتي. يعني الناس عموما بتنبهر بيه عموما. الناس اللي بتحبه. بس انا مش عارفه لو حضرتك هتصدقني لو اقول لك ان انا شخصيا كل مره بيدخل عليا فيها انا بحس بان انا مبهوره ببابا. ربنا يكرمك يا ست. هو طبعا يعني انا اولا شرف كبير جدا جدا ان انا اسمي نور الله محمود الخطيب، وهو مش مجرد اسم على فكره. ايوه. هو انا لما بعرف نفسي كده في اي مكان الناس بتعرف عني حاجات كتيره قوي من ورا الاسم ده. مش مجرد الاسم، لا. هم بيعرفوا عني حاجات كتيره جدا. لانه الحقيقه يعني طبعا انا مش هتكلم عنه كنجم، لان الناس بتحبه وعارفاه وعارفه صفاته. بس انا هقول ان هو كأب يعني على المستوى الخاص هو كأب مثالي جدا. ما كانش بيضرب يعني؟ بص هقول لحضرتك حاجه بتسال ما كانش بيضرب. انا عمري ما سمعت صوته عالي، عمري. ما بيزعقش اصلا يعني؟ خالص. حاجه يمكن حاجه اقول لحضرتك انا حاجه بتتعبنا يعني احنا شخصيا في البيت. عشان هم اولاد مؤدبين بس. ايوه. عشان هم اولاد مؤدبين. لان فعلا بيبقى عنده مشاكل وبيبقى عنده كل حاجه. واي حد في الدنيا بيطلع ضيقه يعني فحتى الناس القريبين منهم بيستحملوه. الحقيقه عمره ما صوته عالي، برغم كل بيبقى جاي وشكله ووشه شكله انه ساكت خالص. بنعرف ان عنده مشاكل جامده جدا. لكن ما يحكيش خالص ولا حتى يتكلم يعني. فحتى صوته معليش يعني ولا مره خالص. طب من دلوقتي ممكن لما يروح نجيب خرزانه ونظبط الدنيا، ما فيش مشكله يعني. زعل لما اسامه ساب النادي؟ بص هقول لحضرتك
لحضرتك حاجه، هو احنا بصراحه الموضوع بالنسبه لنا بجد احنا فاصلين تماما، يعني فاصلين تماما بين انه بابا في النادي وبين ان هو يعني برضو يعني حما أسامة. احنا فاصلينها فعلا تماما. هما الاثنين يعني صعب ان انا اقول لحضرتك كده، لان فعلا الموضوع عندنا بجد ملوش علاقه، وبجد احنا فاصلينها من اول يوم، سواء من بابا سواء من انا او من أسامة. فطبعا لا، هو بالنسبه له جوز بنته عايز مصلحته، عايز طبعا يبقى مرتاح يعني. بس انا حابه الحقيقه اتكلم عنه، لان بابا يعني من الناس النادرين جدا. النادرين. هو شخصيه يعني الخطيب اللي بنشوفه بره هو اللي بتشوفيه في البيت. يعني في ناس ساعات ما تزعليش مني، يعني ده هو بيمثل زياده شويه، يعني بيحاول يخلي شكله شويه. انت يمكن اكتر واحده تقولي لا، هل هو ده فعلا الصوره الخارجيه الصوره الداخليه يا نور؟ والله يا كابتن شوبير هو فعلا كده، وهو كمان اللي يعرفه اكتر يشوف فيه من رزانه ومن شخصيه ومن هدوء ومن ثبات نفس كده ومن عزه نفسه ومن كده اكتر كمان من اللي مجرد بيشوفه مره عبره كده وخلاص. لا، اللي يعرفه عن حق بجد بياخد منه حاجات كتير قوي، بجد بيأثر فيه اكتر مره. اتفضلي. انا زمان دايما اقول انا بابا زرع فينا انا واخواتي حاجات كتيره جدا. التضحيه، وان احنا نبقى نعرف ربنا صح، وان احنا يا نور كفايه يا نور، انا هتلاقيها زعق بقى. صحيح دي جميله. هيزعق بقى. هزعق بقى كفايه. لا بجد، بس فعلا هو بني ادم جميل جدا، وفعلا كأب وكإنسان حقيقي حاجه مش ممكن توصفها اي كلام يعني. نور الطيوبه بتاعت البيت؟ نور اصغر واحده. اما انا عارف الطيوبه. طبعا. لا هم كلهم طيبين. لا بس في عفريته برضه، في ندى شويه كده. ازيك؟ شكرا يا نور، اشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله كده نفرح بجيان يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. تحياتي لاسامه. ازيك يا ندى؟ الحمد لله تمام. بص بقى ندى. ابتديتوها عفريته؟ ابتديتوها عفريته؟ لا انا بقول عفريته، وانا قلت حاجه غلط؟ لا خالص. ازي حضرتك يا كابتن؟ ازيك يا ندى؟ الحمد لله كله تمام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ ندى بتقول لك ازيك يا بابي؟ ازيك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. ازي حضرتك يا بابا؟ ندى شقيه شويه؟ ندى؟ لا ندى وهي صغيره بس كانت عكس اخواتها شويه. هي المتحركه اللي فيهم، هي اللي يعني ايه تحس انك انت عايز حاجه هي تعملها لك يعني. ولسه نشيطه ولا؟ طبعا ندى. قولي لي بقى ندى، ابنك اسمه ايه؟ اسمه عمر. عمر. اما بيجي بقى كابتن محمود الخطيب، عنده كام سنه عمر؟ عمر 2 و5 شهور تقريبا. ده خلاص، ده يعني ده قايل تمام 100 100 يعني. قولي لي بقى زمان. احكي لي بقى القصه بقى لما بيجي بابا وعمر وانفرادهم ببعض، احكي لي القصه. لا هي القصه يعني هي سبحان الله. هو عمر ابتدى من هو صغير خالص، من غير هو طبعا لسه بيبي صغير مش مدرك قوي ان الخطيب جده او ايه، بس يعني من هو صغير قوي يحب يقعد يتفرج على ماتشات. انا كنت بسكته يعني لما كان بيعيط كنت بفتح قناه الاهلي واجيب ماتش يسكت. يا سلام. والله كان لسه مش فاهم حاجه خالص. ده الاستاذ عمر مش كده؟ عمر ده. ده بس فهي ابتدت كده، وطبعا يعني كل ما بيكبر هو بابي اول ما بابا بيخش البيت عمر بيقوم رايح من غير ما يعرف، خلاص بيبو على الباب يروح يجيب الكوره ويستنى على باب الشقه. يجيب الكوره. يجيب الكوره بس ويفضلوا يلعبوا. فهو يعني طبعا ابتدى دلوقتي يفهم شويه، ابتدى يشوف، ابتدى هو بابا على طول ياخده ويلعبوا كده. فابتدى يفهم، بيتهيألي يعني ابتدى يفهم شويه ان يعني بابا والكوره مرتبطين ببعض قوي. عنده يا كابتن الموهبه باينه ولا لسه مش ما وضحتش؟ عمر هو حابب الكوره قوي. وعمر فعلا حياته كلها يعني كوره. يعني هو يجيب له في ولاد يعني يوسف عربيات. عربيات. عمر كوره. كوره. ده عمر الخطيب الجديد باذن الله. ربنا يبقى احسن يا رب ان شاء الله. قولي لي ندى بقى. في اخلاقه. يا رب. ندى والله في اخلاقه ودينه. في اخلاقه ودينه. الكوره دي تيجي في الاخر يا رب ان شاء الله. واضح ندى ان انتوا متاثرين جدا ببابا بشكل واضح يعني. هم خايفين بس. لا متاثرين. والله خالص. لا طبعا. شفت بقى. يعني انا والله هقول لحضرتك حاجه، والله ما عشان بابا ولا حاجه، بس
الواحد كل ما بيكبر كل ما بيفهم قيمة الراجل ده ويعرف يعني أنا كفاية الكلام اللي بسمعه عليه، وكفاية كل ما حد يعرف إن ده أبويا. الكلام اللي باخده ده في حد ذاته محسسني قد إيه يعني الراجل ده مش أثر فيا أنا بس أو في إخواتي أو في بيتنا في عيالي، لا ده الحمد لله أنا كل ما بروح حتة يعني. والناس ما بتتكلمش على الكوره بس، هي الحمد لله هي بقى دي يعني النعمه ان الناس بتتكلم على واحد عنده اخلاق وواحد عنده دين، والحمد لله محافظ كل السنين دي على اسمه على، فده طبعا لازم ياثر فينا يعني ده لازم. نعم. فطبعا الحمد لله دي نعمه كلنا فيها. نعم. امتى اكتر مره شفتي كابتن خطيب زعلان؟ امتى اكتر؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، انا دي اللي انا بحسها، انا في حاجه بصراحه مش عايزاها مش عايزاها هو دلوقتي يزعل، بس انا كل ما يعني كل ما بابا بيجي سيره جدتي الله يرحمها او جدي انا يعني بحس قوي بيه، يعني بحسه تعبان قوي وبحسه متضايق قوي. بس يعني هو بابا العادي بتاعه ان هو ساكت خالص، فاحنا مش بنبقى عارفين قوي، بس احنا بنحس ان بابا لا دام ساكت كده وقاعد ومش بيتكلم حد وكده ده يبقى فيه مشكله، يبقى تعبان او متضايق او كده. بس مفيش زعيق، مفيش شخط، مفيش نطر، مفيش حاجه خالص؟ لا والله خالص. لا انا عمري يعني بابا هو يعني بابا كان بيعاتبنا بنظره، يعني يخش البيت يبص لي خلاص بابا زعلان، نفضل بقى طول يعني افضل مش عارفه اقعد على بعض لغايه ما يعني احس ان لا خلاص وكده ونروح ونتكلم. بس عمره ما زعق وعمره ما عندناش. هسألك سؤال اخير بس ما تقوليش كل حاجه، ايه اكتر حاجه حلوه في محمود الخطيب؟ اكتر حاجه حلوه في يعني مش اكتر حاجه حلوه في محمود الخطيب بالنسبه لي انه الحمد لله ابويا، بس فيه والله مش هعرف اجيب حاجه واحده والله وحياة ربنا عشان هو بابا، بس انا مش هعرف يعني الحمد لله زي ما قلت لحضرتك دين واخلاق وهدوء، ويعني ما شاء الله عليه انا بحب جدا يعني انا في حاجات كتيره انا ما اقدرش كفايه بقى الكلام ده يا عم. ندى ربنا يبارك لك ان شاء الله في عمر وتشوفي اجمل حاجه في الدنيا ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخلي حضرتك. هو عمر تحت اهو عمال يقول بيبو. ما تسمعوني كده. طب عمر كلم بيبو. رد بقى يا عمر. ازيك يا حبيبي؟ بلعب كورة. بتلعب كورة؟ طيب بتلعب مع مين يا عمر؟ بيبو حلو؟ جميل. انت جميل. انت عندك كام سنة؟ انت ليه النادي؟ هتاخدوا النادي؟ هاخدك النادي طبعا ان شاء الله. هتجيب جون يا عمر؟ انت بتحب الاهلي؟ انت ليه الاهلي بص انا بص بيبو. انت بيبو. هو دلوقتي كلام كتير بيحاول هو طب هو عارف. هاتي بس اساله سؤال. يا عمر بتحب مين في الاهلي؟ بتحب مين في الاهلي؟ بيبو. خلاص هو كده خلاص القصه الكتالوج بيبو. اهلي خلاص. يلا باي باي يا عمر. هو بيقول لحضرتك يعني ان حضرتك تيجي انت تعالى. انا اجي لو في عشاء ماشي ما عنديش مشكله يعني قولوا له انا باجي بالعشاء. اتفضل. ربنا يخليكي يا ندى ودايما تفرحي بيهم كده وبنت بره جميله جدا. اشهر طفله كانت في مصر رنا محمود الخطيب صح؟ يا رنا. ايه كابتن ازي حضرتك؟ ازيك يا رنا؟ الحمد لله كله كويس. كنت اشهر طفله في مصر. عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس يا كابتن. شفت صورتك وانت مع الكره الذهبيه؟ رجعتي بقى بالتاريخ لورا وافتكرتي بابا رحتي له ماتشات ولا ما رحتلوش؟ لا اعتزال بس فاكره اللحظه؟ وانا كنت مش قوي بس انا كنت فاكره الحته بتاعت المايك دي والف شكر بس. لحد دلوقتي الناس ماسكه الف شكر. مش كده؟ قولي يعني دلوقتي رنا وانت شايفه بابا بعد السنين دي كلها كابتن معتزل في 87 ما شاء الله، يعني بنتكلم في كام سنه يا كابتن؟ 24 سنه. بسم الله ما شاء الله. ولسه نفس النجوميه ولسه نفس الحب ولسه الناس ملمومه حواليه بالشكل ده. بتحس بايه يا رنا؟ لا طبعا بنبقى فخورين جدا بيه الحمد لله.
الحمد لله. طيب قولي لي يعني بابا الدنيا اتغيرت معاه؟ حسيتي مره انه لا اعتزل بدري شويه، لا كان عايز يبقى يسافر بره او ما يبقاش موجود في مصر؟ حسيت ان ده ممكن موجود عنده ولا هو دائما وابدا راضي وقانع؟ لا الحمد لله، لا يعني كده هو ده الصح يعني اللي هو عمله. رنا كلامها قليل شويه. بس هجيبها يعني دلوقتي، هجيبها من الكلام يعني. طب رنا وبعدين ندى وبعدين نور، كانت امبراطوريه نون بعديكي. حاسه انه لما جم ندى ونور خطفوا شويه من رنا، ولا فضلت انت برضو البكريه لا هو مفيش زي حد نور في البيت. مفيش ايه؟ مفيش زي نور. ده انت واضح، ولا انت اللي حاسه بكده يعني؟ لا دي نور سبيشال، لا احنا عارفين ما حدش متضايق. قولي لي الكيمياء اللي بين رنا ومحمود الخطيب، الكيمياء عامله ازاي؟ لا هو اللي يقول، ما اعرفش. لا يعني عايزك انت تقولي، يعني بتفهموا بعض بالعينين؟ بتحسي انه عايز يقول لك حاجه في جواه، حاجه عايز يقولها بتبقي فاهماها بس ما بيقولهاش؟ يعني الكيمياء بتبقى ماشيه ازاي؟ هي رنا اقرب واحده تقريبا لطبيعتي. رنا والله. لان برضه كلامها قليل جدا. تحس ان كل حاجه جواها، بس فين وفين عم بتعبر عن اللي جواها. فدي يمكن انا عايزه بقى تتخلص من الكلام ده، عشان الكلام ده ما خلاص يعني شخصيا. رنا شايفه مين دلوقتي بيفكرك بمحمود الخطيب في الملعب؟ لا ما يعني معلش، ما حد يزعل مني ولا حد. لا ما حدش هيزعل ولا حد خالص. لا. اكتر لحظات استمتاعك ببابا ايه؟ لا يعني كل حاجه، اي وقت بنقضيه معاه. بتطبخي له ولا ما بتعرفيش تطبخي؟ مره واحده بس، وتقريبا عشان كده ما جاش. كانت الاولى والاخيره. بيجي يطلب حاجه معينه عندك؟ لا خالص، لا خالص. اب مريح. زي ما انت كنت بنت مريحه الحقيقه. نفسك ابنك يبقى لعيب كوره؟ لو ربع بابا اوكي. لو ربع بابا اوكي، ان شاء الله يبقى حاجه جميله. ورانا ربنا معاكي يا رب ان شاء الله، وتفرحي بيهم ودايما بالتوفيق يا رب ان شاء الله. فكره يا احمد، يعني ده عمل حاجه انت اول مره تحصل. طبعا ان اولادي يخشوا ويتقدموا، وانا الحقيقه ما كنتش ميال خالص للموضوع ده. ولكن طبعا انت قلت لي حاجه خاصه بقى بالبيت والحياه طبعا وبتاع، قلت مره واحده بس يشاركوا. الناس يا كابتن لازم تاخد قدوه، لازم. انا عايز اعرف ناس يعني ايه بيت ناجح. انت حضرتك بتتكلم قد ايه على والدك ووالدتك، وبنتك بتقول لما بتيجي سيره والدك ووالدتك حتى الان بتتاثر جدا. فعايز اقول للاسره انه البيت الناجح ده ليه مقاومات، والابن الناجح ده ليه مقاومات، ونرجع الكيان الاسري ده كان مهم جدا. ما تزعلش مني ان السؤال ده، يعني ما زعلتش انه ما جالكش ولد يعني يبقى خليفه الخطيب؟ انا اللي هزعل ولا هم اللي هيزعلوا؟ لا. لا الحمد لله على كل شيء يعني. وربنا رزقني ب3 بنات. انا يعني الحقيقه فخور بيهم وسعيد بيهم جدا، لانهم محدش مره فيهم برضو الحقيقه سبب لي مشكله ولا صغيره. محدش دايما في اسلوبهم وفي طريقتهم انهم لازم يتعاملوا مع الناس بشكل وباسلوب يعني في نوع من انواع يعني الصدق والاحترام. عشان كده الحمد لله ما جاليش مشكله واحده خالص. الله اعلم بقى لو كان عندنا ولد كان هيحصل ايه، ما حدش عارف. كابتن عايز اروح معاك لقصه جيل الثمانينات. يعني كنتوا جيل مترابط قوي، يعني الله يرحمه كابتن ثابت، كابتن اكرامي، مش هقول بقى كباتن عشان كلهم كباتن عشان ما انساش. انا هاخدهم كده، هحاول اخدهم بالترتيب: احمد عبد الباقي، مصطفى يونس، حسن حمدي، ماهر همام، فتحي مبروك، بعد كده مدحت رمضان، شطه، طاهر الشيخ، محسن صالح، انور سلامه. يعني من السبعينات وشويه في اوائل الثمانينات مصطفى عبده، كابتن هاني مصطفى، كابتن هاني مصطفى ده بعت لك رساله هتشوفها كمان شويه. زيزو، عبد العزيز عبد الشافي، اسماء كبيره. رب ما اكون بس طاهر ابو زيد بقى وعلاء ميهوب بعد كده بقى حضرتك ربيع ياسين وطاهر ابو زيد وعلاء ميهوب ومحمود صالح وانا اتشرفت ان انا اكون مع حضرتك، واظن اسامه عرابي. ويعني لا الحقيقه اجيال يعني حتى حسام حسن لحق حضرتك لعب معاك. حسام لعب معايا اخر لعب معايا. خلينا اقول سر. قول. 1986 كانت تربطك علاقه جيده بمايكل سميث. مايكل سميث المدير الفني المنتخب الوطني. وكابتن شحته. كابتن شحته. انا شفتك وانت
بتطلب من سميث انه يضم حسام حسن للمنتخب، فاكر؟ حسام كان طالع وكان عنده قوه بدنيه ونهم انه هو يكون يحقق ذاته، وهو الحقيقه من الفراوده القليلين اللي ليهم روح قتاليه عاليه جدا جدا، كويس، غير موهوب كمان كهداف. فكان وجوده مهم، لان احنا المباريات دي محتاجه عنصر من يعني من العناصر اللي فيها القوه وفيها طبعا مهريا عالي وموهوب يعني زي ما قلت لك، لكن كمان روح وقلب وقوه دي تبقى مهمه جدا في المباريات الكبيره يعني. فطلبت انه يبقى موجود في المنتخب يعني قلت له في فلان يعني. انا فاكر انا حاضر الحوار ده، اصل كان قدام عينيا ما اقدرش اطلب، لكن انا بقول لا انت يعني قلت يعني انا بشوف ان في ده ولد فيرود كويس وطالع ومتحمس. كان كابتن مصطفى عبده كان هو مصطفى كان هو كابتن الفريق. نعم. وكنت انا مع مصطفى دايما، لان احنا يعني الاثنين اكبر ناس، بس مصطفى كان قبليه. كنا دايما بنحاول في البطوله دي، كانت برضو بطوله عزيزه جدا علينا، صحيح، جت بعد فتره طويله. كنا مع احترامنا الكامل طبعا مستر سميث وكابتن شحته رحمه الله عليه، لكن احنا كلعيبه كان في بيننا وبين الرابط مختلف يعني. وكان اللي هو انت عشته ورحتوا بيه كاس عالم، صحيح، واولادنا دلوقتي عاشوه وخدنا 3 بطولات افريقيه، اللي هو الحب والترابط اللي موجود، اللي هو اساس النجاح. صحيح. وانا يمكن في برضو يعني معلش هخرج بره الموضوع، بس برضو في 86 كنا المباراه النهائيه. المباراه النهائيه كنا معانا لعيب رحمه الله عليه، وانا بحبه جدا يعني. عارف هتقول حازم، محمد حازم. محمد حازم لاعب اسماعيلي، وكان كابتن اسماعيلي، وكان لعيب من اللعيبه الموهوبه جدا جدا، الله يرحمه. مؤدب جدا، راجل جدع، حاجات كتير. صحيح. فاحنا جينا في اخر مباراه، متعودين كل مباراه يخلصوا هم المدربين واحنا مع بعض نتكلم مع بعض. فبحكم يعني خبراتنا يا مصطفى وانا بنتكلم كتير مع الاولاد، فاحنا بنتكلم وحازم ما لعبش ولا ماتش ولا مباراه لعب، ودي اخر مباراه، وبرضه بره الفرقه. صحيح. فبنتكلم ازاي يا جماعه نلم بعض، فحازم قال كلمتين انه يعني بما معناه يا جماعه البلد وجمهورنا وعلمنا لازم يترفع، ولازم واحد بعيد خالص، واحد ما لعبش ولا دقيقه، كويس، ومع ذلك بالروح دي بالقلب دي كنت ساعتها انا بتكلم، قلت لهم يا جماعه كده خلاص مفيش كلام. بعد كلمتين دول مفيش كلام، انا كان نقول ايه تاني؟ اذا كان الراجل ما شاركش خالص وبيقول بالقلب دي وبالروح دي، الراجل ده بيتكلم كده، يبقى احنا المفروض ده ملعب النهارده ما نطلعش الملعب لما يكون ربنا ان شاء الله كرمنا يعني. وتعبنا جدا وما كسبناش الا ضربات جزاء. صحيح. ويعني الحقيقه حسينا انه برضه بانجاز الحمد لله كبير. فده من ضمن الحاجات اللي هي الاجيال دي فيها نوع من انواع الترابط زي دلوقتي. انت ما حدش هيحقق حاجه يا احمد، ما حدش هينجح الا لما يكون هناك ترابط وفكر وحب بيننا وبين بعض. هو ده اساس النجاح، غير بقى الكوره وغير الاصرار وغير العزيمه وغير الحاجات العاديه الاخرى اللي في الكوره. طب يعني اولا بس الجمله اعتراضيه على حازم ده اكثر لعيب مثقف في تاريخ الكره المصريه، لان انا كنت بقعد معاه ففوجئت ان واحد معلق عامل مكتبه بكتب صعبه جدا، زكي نجيب محمود، توفيق الحكيم، عباس محمود العقاد، طه حسين، يعني ومثلا جايب معاه في المعسكر مثلا 30 40 كتاب، وبعدين خدت منه كتب عشان اقراها، تلاقيه عامل هوامش وعامل تفاصيل وعامل طبعا وعامل ملخص للكتاب. هو الحقيقه اللي حببني وعلمني في القرايه، فبشكرك ان انت حضرتك بتتكلم عليه بتفكر الناس بيه. لكنه ما تزعلش مني، يعني الجيل بتاعكم فرط ليه؟ يعني الاسماء الكبيره دي اسمع مره مثلا انه في خلاف بين الكابتن خطيب والكابتن مصطفى يونس، الكابتن مصطفى بينتقد النادي الاهلي، فالكابتن خطيب بيزعل، الكابتن زيزو بيسيب اداره الناشئين في النادي الاهلي يلقي باللائمه على الكابتن محمود الخطيب، احيانا يبقى في كلام عن علاقتك بالكابتن مصطفى عبده، وانتوا جيل الحقيقه احنا اتعلمنا منكم كتير. شايف انه ما فيش التواصل اللي احنا كنا شايفينه وحاسينه بينكم دايما يا كابتن محمود؟ لا انا بترجم دلوقتي، احنا الحمد لله التواصل ده موجود، ولكن في النهايه انت راجل اعلامي ولك وجهه نظر ممكن تقولها، وجهه النظر اللي بتقولها ديت ممكن تكون مختلفه، ممكن تكون كيفيه بس التعبير عنها هو ده اللي المفروض يكون له شكل يعني. كيفيه التعبير، النادي الاهلي دوت كيان اكبر مننا كلنا، وهو اللي عملنا كلنا، والنادي الاهلي شيء ما اعتقدش ان احنا نحطه في جمله مفيده يعني. ولكن هي بقول لك تبقى بوجهه نظر، وبالذات ان انتوا كاعلاميين الناس اللي هي ده عملهم وجهه نظرك تنتقد النادي الاهلي ده حقك، لكن مش يعني ايه
نتجاوز هذا النقد بالنسبه للنادي الاهلي. هو ده اللي يمكن النقطه الملاحظه الوحيده، لكن في الاخر ده وجهه نظر وكل واحد بيعبر عنها كيفما يشاء يعني. بالنسبه كابتن مصطفى. لكن بالنسبه للكابتن زيزو، لكن العلاقه الشخصيه مع الكابتن مصطفى جيده يعني، ولا بقى لكم فتره ما فيش كلام؟ لا بقى لنا فتره طبعا ما فيش. زعلان مني انا مش عشان محمود، انا عشان النادي الاهلي. لان انا الحقيقه طبعا مصطفى ده يعني من اقرب الناس. كويس، لكن من اقرب الناس طبعا بالنسبه لي يعني. كنا احنا يعني كنا يعني متربيين سوا، وكان عندنا يعني لعبنا احلى فترات في عمرنا، مصطفى بقى وكرامي ويعني المجموعه بتاعتنا دي يمكن احنا الثلاثه، مصطفى وكرامي وانا، اللي طلعنا مع بعض من الناشئين وكملنا للنهايه يعني. في كان معانا حازم خالد مثلا، لو كنت فاكر طبعا حازم، طبعا محمد عبد السميع، كان في ناس لعبت فريق اول لكن الثلاثه دول استمروا. فدلوقتي العمل طبعا كل واحد، لكن في النهايه احنا لما بيكون في عندنا نوع من انواع النقد بنسكت. احنا ما بنردش خالص وما بنتكلمش، ودي عادتنا كنادي اهلي. ممكن تبقى ميزه، ممكن تبقى عيب. كويس، عشان كده في مسؤول عندنا بيرد، في مسؤول كوره، وفي مسؤول مدير نادي، في مسؤول مدير نشاط رياضي، هم بيتكلموا، احنا ما بنتكلمش كتير. فلكن في النهايه يقول لك هي وجهات نظر، كل واحد بيشوف يعني انت زعلت منه بس عشان النادي، لكن على المستوى الشخصي انا على النادي الاهلي. النادي الاهلي الحقيقه انا لا اقبل ابدا ان يكون هناك حد ممكن يتناول النادي الاهلي بشيء. كويس، النادي الاهلي ما انت ممكن تقول لك انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي، لكن معنى يعني حتى التشكيك في رموز او في ناس مسؤولين في النادي الاهلي. بس تصلح اللي مكتوب على علاقته مع مصطفى يونس ما انقطعتش يعني، هو ما حصلش بس كلام، لكن الكابتن الخطيب قال ده من اعز اصدقائي ومن اقرب الناس ليا، وبالنسبه لي حاجه مهمه جدا. وقال ان مصطفى يونس واكرامي احنا الثلاثه ومعانا حازم خالد، فبيتكلم مع الكابتن مصطفى بحب شديد جدا عشان بس الناس ما تفهمش غلط، لكنه قال يمكن ما حصلش اتصال الفتره ساعتها، لكنه ما قالش ان العلاقه انقطعت يعني. لا خالص، ده بالعكس. انا كان اختي توفت من فتره، كان هو وكان الكابتن زيزو، كابتن زيزو كان معايا في الدفنه، وهو كان معايا في العزاء اخر وقت يعني. اصل الكابتن مصطفى طيب قوي. والله، وانا الحقيقه وبعدين الكابتن مصطفى لما تكلمه جاي يضعف يعيط. هو دعمته قريبه جدا ومن الشخصيات الطيبه جدا. وانا الحقيقه عشت يا كابتن الحياه ما بينكم يعني، شفت قد ايه حضرتك محترم وقد ايه هو محترم، وكان كابتن جدع وابن بلد شبراوي بجد. وكابتن زيزو قد ايه حب ليك وحبك له، كان في مداخله معايا في الهاتف. بس انت بتتكلم في الموضوع ده كابتن يعني مصطفى يونس ما كانش موجود يوم برضو اخته توفت. كنت انا موجود في عزا مكانه يوم اخته هو. طبعا. ما ده احنا كده. اما عشان بس يمكن برضو الاعلام احيانا بيصير يعني. النهارده مثلا في زي خطا نزل دلوقتي عندك، ممكن يزود الموضوع. انا باخد بالي على طول يعني. فالموضوع ده مش كده خالص. لكن احنا مثلا الكابتن زيزو برضو يوم فات اختي كان واقف معايا واحنا في الدفنه، واحنا انا نزلت تحت وطلعت لقيته وهو واقف فوق. ده اللي انت عملته معايا يوم ام الله يرحمها يعني. فده حاجه، ده الربط اللي موجود بيننا. لكن مثلا الكابتن زيزو ان هو يكون موجود مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي دلوقتي او بعدين او ده يعني وارد في اي وقت. بس هو صعبان عليه، هو زعلان يعني. خلي بالك يعني الحاجات دي، الحاجات الشخصيه اللي بيننا، العلاقات الشخصيه اللي بيننا دي حقنا نزعل من بعض الشخصيه، لكن حاجات عامه كويس واسلوب عمل يعني ممكن قوي تزعل، بس ده اسلوب عمل ما حدش هيقدر ان هو يعني يتجاوز. وبعدين الكلام ده ما حصلش يعني. الموضوع الكابتن عبد العزيز او زيزو يعني، ان احنا من سنتين كنا عايزين الكابتن زيزو معانا كمدير قطاع الناشئين، شايفين هو الوقت المناسب، عايزين محتاجين عقليه بالفكر ده بالاسلوب ده موجود. وتواجد الكابتن زيزو، وكان ساعتها عنده عقد برضه مع احد المحطات الفضائيه في التحليل وكده. واحنا كان في قرار ان ما فيش اساسا حد يحلل، مش مباراه الاهلي بس، لا اي مباراه يعني. طبعا ما بيشتغلش في التحليل وبيشتغل في النادي الاهلي، عشان ما يبقاش نوع من انواع ان انت بتنتقد بعض يعني. ف حسينا ان احنا برضو غلطانين في القرار. ليه؟ لان احنا كاداره كان مع الكابتن طارق سليم، بتكلم بالسن يعني، وكابتن حسن حمدي وانا، ان احنا الثلاثه كان ده وجهه نظر لجنه الكوره.
لقينا ان احنا غلطانين، الارقام الماليه بقت كبيره وبقت كل واحد له حق تماما ان هو يستغل اسمه، له حق تماما ان هو يعني يكون عنده كل واحد عنده مسؤولياته يعني. فالرقم كبير، فاحنا فوضنا ان احنا قلنا قررنا ده نهذبه شويه. مفيش بقى يعني يشتغلوا كل الناس تشتغل زي ما عايز تشتغل، بس ما عدا مباراه النادي الاهلي، عشان بس ما احنا شايفين برضو من وجهه نظرنا ان احنا مقتنعين بيها، ان ما يكونش حد يعني بيحلل او بينتقد عمل زميله في النادي او عمل مدرب الموجود في النادي، حتى لو الكلام كويس، لكن ما اكيد في تغيير، ده غلط، ده مش عارف التشكيل ده كان المفروض يبتدي ازاي، المفروض كان يطور العمل ده يعني كتحليل يعني. فاحنا قلنا مفيش بدايه مباراه الاهلي، كابتن زيزو يسميها كان كابتن حسن حمدي، قلنا طب يعني بمعنى نكلم مدير المحطه، وكلموا فعلا مدير المحطه والراجل وافق، وبقت كل المباريات يشتغل فيها ما عدا مباراه النادي الاهلي، وبقت بالنسبه لنا بقت اتعممت على كل من يعمل بالنادي الاهلي خلاص، لانها فعلا احنا مقتنعين تماما ان احنا كلنا محتاجين هذا الدخل. جينا في اخر مره بقى قعدنا مع كابتن زيزو فتره طويله، كنا بنتكلم على قطاع الناشئين وتغيير يعني لوائح ومرتبات ومساعدين وحاجات كتير، وفي النهايه كابتن زيزو قال ان انا اتعاقد مع القناه ان شاء الله ربنا يعني يوفقه فيها، والتعاقد دوت شامل كل حاجه. ايوه كويس. فطبعا وسابنا الكابتن زيزو ساعتها هو حقيقه يعني سؤال انه الكابتن حسن وقف معاه دقيقتين. لا يعني. ما هو انا بس انا هقول لك بس يعني سابنا ومشي، واحنا قعدنا بعد كده يعني كابتن حسن حتى قال له بما معناه يعني يا زيزو انت فاجئتنا بالقرار، واحنا عندنا مبدا ماشيين بيه يعني. ومع ذلك مشي الكابتن قال عشان كده انا عارف، وانا عشان كده بقول لكم قبل اول الشهر، فاضل 10 سنين اول الشهر ولا حاجه، فانا من اول الشهر ممكن ما بقاش يعني موجود يعني. فاحنا خلاص سكتنا وقلنا بقى الكابتن حسن نهدى شويه وبعدين نشوف زيزو تاني، حاول يعني ممكن يستمر في نفس الموضوع، انه يشتغل في نفس يعني بنفس الاسلوب يعني، ما عدا مباراه الاهلي بس. وبعدين انا الحقيقه كنت الفتره فعلا كنت تعبان جدا وما رحتش النادي كتير، انا قعدت بتاع شهر ونص ما رحتش النادي لغايه النهارده، انا ما رحتش، رحت بس الجمعيه العموميه. رحت في الجمعيه العموميه ايوه، بس انا عندي ظروف صحيه مش مظبطه، فانا بعيد بقى لي فتره، وما زلت الحقيقه بعيد، لان برضو عندي ظروف مش مظبطه يعني. بس مع الكابتن حسن كلمني في التليفون، قال ان هو قابل الكابتن زيزو وشاف ان هو مش هيقدر ان هو يعني يمشي بنفس النظام القديم وهيكمل بما فيها مباريات الاهلي، فقال له خلاص يعني بمعنى يبقى انت يجب انك يعني يكون في زي اختيار يعني. بس انت يا كابتن مرتبات ضعيفه قوي عندكم. عندك حق، هتعمل ايه؟ عندك لازم تزودوها يعني، ما ينفعش تزودها بقى، لعيب ياخد يعني بحجم مثلا محمد عماره ولا مش عارف اسماء كبيره 3000 جنيه، مدير القطاع بياخد 15000 جنيه ولا 20000 جنيه، يعني ارقام ضعيفه قوي يا كابتن. لا مدير القطاع 25 لكن المدربين عندك حق تماما في حته المرتبات. محتاجه، انت برضو عندك ميزانيه كبيره يعني، عندك ميزانيه وعندك انت بتدير 19 لاعب، وده الشيء الثاني بقى اللي احنا بنتكلم فيه. طب انا هتكلم في ده كتير، بس كان في واحد بيغرقك على طول بيغرقك، اي حاجه متشاطه في جون. اكرامي ده حبيبي، كوكي يا فندي. ده انت حبيبي ما يوقعش بينا، هو بيهدي النفوس يا حبيبي. ما اقدرش كوكي. هتجيبها فيا؟ طبعا انت هتجيبها فيا؟ اول يا حبيبي، كل سنه وانت طيب، والكابتن محمود بخير يا رب، وربنا يطمنا عليه ان شاء الله. وما اعرفش هو قال لك ولا لا ان هو مسافر ان شاء الله؟ لسه انا هسال، لسه ده يعني لا هو مسافر ان شاء الله باريس كده، يعمل تشيك اب على نفسه يعني، لان هو كان مهمل في حق نفسه. لان هو كان المفروض ان هو كان السنه اللي فاتت هناك، وكان المفروض يرجع بعد 6 شهور، لكن هو مهمل ومش عارفين نعمل معاه ايه يعني. الحل الوحيد ان احنا بقى نروح مكتفينه وحاطينه في الطياره ومسفرينه. لا هنسفره ونطمن عليه ان شاء الله. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشني، عامل ايه؟ الحمد لله يا احمد. تعبك قوي الكابتن خطيب. كرامي لسه احمد بيقول عليك شعر دلوقتي، بيقول لك ده بالنسبه لي حاجه، سمعته ولا لا؟ يا كابتن محمود، مين اللي هيشكر في ابوه غير الابن يعني؟ طبعا ربنا يعلم والله. انا بقول له كان يعني كنت بتغرمني، كان كل ما ينزل لك صوره كارت كانت بشيلن، وانا كان مصروفي في الاسبوع كله شيلن، اروح اشتري الصوره وبعدين اروح اتخانق مع اخويا، طب اديني قرش ساغ ولا ده مش عارف عشان اكمل اسبوع، تنزل لي صوره بفانيلا زرقاء ومره بفانيلا صفراء، فجننتنا وحطها في الكشكول وحطها في الكتاب، لكن ده من حبنا. وخدتهم بقى مكيسين مع بعض يعني.
كابتن عايزك تكلمني شويه عن محمود الخطيب زميلك في اوضه في الغرفه سنوات طويله، في المعسكرات، في المباريات، في المنتخب، الجانب اللي الناس ما تعرفوش عن عايز استاذنكم بس انت واكرامي عشان احنا ما كملناش الجمله بتاعت الكابتن زيزو. اتفضل بعد اذنك يا اكرامي. اتفضل يا حبيبي. احنا بس كابتن زيزو ضحى للنادي، ضحى قعد سنتين بيشتغل بمبلغ فعلا قليل. نعم. فضحى، فاحنا مقابل التضحيه دي ويله رقم اعلى لازم ان احنا نفكر في دوت. احنا طبعا سيبنا الاختيار للكابتن زيزو حسب ما قال لي الكابتن حسن يعني. كويس. فلا شك ان الكابتن زيزو ضحى، واحنا مقتنعين جدا انه ضحى الفتره دي، انه اي حد بيشتغل في الاعلام ممكن يكون له مقابل افضل. ده صحيح الحقيقه من النادي يعني. بس انا كنت عايز اقول ده عشان نعم. كابتن اكرام حبيبي احكي لي بقى عن الخطيب زميلك. لا بص يا احمد، يعني ايه، محمود بالنسبه لي مش زميل ملاعب ومش لعيب كوره بص يا اكرامي، هو احمد عامل البرنامج ده يجيب ناس تذكر في محمود، فقول اي حاجه تانية انت بقى. لا انا واولادي وانت مش عايز اقول لك زي اولادي. لا بص يا حبيبي، انا هتكلم في الجوانب اللي ما حدش يعرفها يمكن فيها قبل كده. فعلا يعني ربنا يعلم ان الكلام اللي انا هقوله ده طالع من قلبي، ودي حقيقه. انا لمستها يعني في وجودي معاه. الخطيب الشخصيه الانسانيه وليس لعيب الكوره. يمكن ديت برضو انا يمكن اصغر منه شويه، ويمكن اتعلمت منه حاجات. حته البر بالوالدين والبر بالاهل دي اللي ربنا بيقعدها لك بعد كده، سواء في نفسك او سواء في ولادك او سواء في اللي حواليك. فيمكن الجوانب الشخصيه او الانسانيه في حياه محمود الخطيب بالنسبه للي حواليه وبالنسبه لاسرته، دي حاجه يعني الحمد لله ربنا يديمها عليه نعمه يا رب، ويكون سبب في دخوله الجنه دعاء امه وابوه واخواته ليه يا رب. يعني دي من الحاجات اللي انا فعلا قربتني من محمود قوي، وخلتني احبه اكتر من الجوانب الانسانيه، بغض النظر عن ان هو كان يعني احسن لعيب في مصر واحسن من انجبته الملاعب المصريه، وان شاء الله يكون كده على طول. لكن هي الجوانب الانسانيه. طب عايز اسالك بقى عن الخطيب اللي كان زميلك في كان بيسهرك الصبح؟ لا ده كان بيعذبني بقى. خليه اقطع فيك شويه بقى. قطع بقى شويه بقى. لا ده عذاب ما بعده عذاب. يعني انا هحكي لك موقف. كنا بنلعب نهائي افريقيا في كوتوكو. ايوه عشان كوتوكو 1-1. انا ربنا منعم عليا بنعمه النوم البدري. وتعشينا ومحمود عايز حاجه حبيبي، لا طب نام. رحت نايم. فجأت بيصحيني الساعه حوالي 2:30 3. ايه يا محمود مش جالي نوم؟ طب انا عايز انام. انا جعان. حاضر. رحت قايم عامل اكل شرب الشاي وخلاص هينام. طيب ماشي نام. وبعدين صحينا الساعه 9 الصبح على الفطار.